بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذه الليلة العظيمة تعتبر أرجى ليلة من ليالي رمضان، لعلها تكون ليلة القدر، وإن كنا نجزم أن هذه الليلة هي ليلة القدر إن شاء الله، وبالتالي علينا أن نتضرع. تحقيقا ولا تعليقا يا شيخ إبراهيم؟ والله إن شاء الله أنها تعليقا، ما نقول تحقيقا لأن الغيب لا يعلمه إلا الله، لكن ثبت فيها يعني كثير من الرؤى وأيضا كثير من البحوث مما يدل إن شاء الله أنها ليلة القدر. نسأل الله من فضله. آمين آمين. نعم. مشاهدينا الأكارم، موضوع حلقتنا هذا الليلة ليس هو ليلة القدر، وإنما كان ذكر ليلة القدر من باب التأكيد على أهمية التعرض لنفحات الله عز وجل من الاستغفار والإنابة والعودة والتوبة، والإكثار من قول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. الإنسان لا يحرم نفسه من تكرار هذا الذكر في هذه الليلة، ويدعو به لنفسه ولأهل بيته ولجيرانه ولإخوانه ولجميع المسلمين لأن كما يقول الشيخ نشأت أحمد هذه الليلة احتفال كوني. عجبني هذا التعبير منه حفظه الله، ويقول واحتفال كوني لأن الملائكة تتنزل بأعداد هائلة جدا لا يعلم عددهم إلا الله عز وجل. سبحان الله، والإنسان في غفلة لأن هذه الأمور من المغيبات. لو كشف الله عز وجل لنا تنزل الملائكة ورأيناه يتنزل وفتح الله عز وجل علينا أبواب السماوات لآمن الناس كلهم جميعا، لكن خرج الناس عن الحكمة إذن، لأن الله عز وجل يقول ليعلم الله من يخافه بالغيب، إن الذين يخشون ربهم بالغيب. موضوع غيب وموضوع إيمان، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. أنت تخرج في الشارع ما تلقى شيئا، ظلام عادي وجو عادي. وفي النصوص الشرعية ترى عجبا، يقول لك الأرض تضيق بالملائكة. على كل حال ليس هذا موضوعنا، نسأل الله من فضله كما قال الشيخ حسن والشيخ محمد عبد الله. مشاهدينا الأكارم، موضوع حلقتنا هو استمرار العمل الصالح أو دوام العمل الصالح بعد رمضان. نفتتح حلقتنا هذه بالترحيب بالشيخين الجليلين، الشيخ حسن سلمان الداعية المعروف، والشيخ محمد عبد الله الجبرتي شيخنا وحبيبنا وصديق العمر. نرحب بكم أيضا مشاهدينا الكرام. لا أدري إذا كان الكنترول جهزوا لنا ضيفا من الخارج، الضيوف يبدو أنهم زعلانين علينا من احتمال يدخل أبو حنيفة. أهلا وسهلا. عشان العشر الأواخر فأصبح لا أحد يساهم معنا. على كل حال يكفينا دعاهم إن شاء الله. شيخ حسن، ماذا نعني بقولنا دوام العمل الصالح؟ وما معنى قول الله تبارك وتعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، العمل الصالح هو أول كل طاعة لله سبحانه وتعالى وفيما ترضيه، سواء كانت أعمال شعائرية أو كانت أعمال تتعلق بمعاملات الإنسان لأخيه الإنسان. فكل عمل صالح يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى يندرج في باب هذا فيما نتكلم فيه في قضية العمل. والأعمال وردت حقيقة في كتاب الله سبحانه وتعالى كثيرا، بشكل كثير، مقترنة بالإيمان، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلى غير ذلك، يمكن أكثر من عشرات المرات، حقيقة عشرات المرات. وكمفردة عمل، يعمل، عاملون، تعملون، يمكن تصل إلى 350 مرة في كتاب الله. معناها فكرة العمل فكرة جوهرية في كتاب الله سبحانه وتعالى. موضوع الدوام الذي نتكلم عنه اليوم هو، وكلمة دوام بشكل عام في القرآن كذلك، هو عملية الاستمرار، ولكنه قد يكون استمرارا متقطعا وليس استمرارا متصلا.
الذين هم على صلاتهم دائمون. فالمقصود ألا يحصل هنالك انقطاعا يؤدي إلى ترك العمل، لكن لا يعني أنه متصل. بمعنى عندما نقول أن الإنسان محافظ على دائم على صلاته، معنى الصلوات الخمس هي بينها فواصل، لكنه لا يحاول أن يترك أي واحدة منها في أوقاتها. في أوقاتها. جميل. في أوقاتها. فالدوام المقصود، نحن الآن الحمد لله عملنا فترة طويلة جدا لمدة شهر كامل، الناس الحمد لله في عمل صالح من صيام، من قيام، من ذكر، من صدقات، من صلة رحم إلى غير ذلك من الأعمال. الإشكال الموجود أن بعض الناس للأسف الشديد مجرد أن ينتهي رمضان تطوى صفحة هذه الأعمال أو جزء كبير منها، خلينا نكون أكثر دقة، جزء كبير خاصة الأعمال بتاعت النوافل تتوقف عند كثير من الناس، إن لم يكن والعياذ بالله بعض الناس حتى الأعمال الواجبة قد يتركها بعض الناس. فالمطلوب نحن في هذه الليلة إن شاء الله هو التذكير بأهمية الاستمرار في العمل، وأن لا ينقطع الإنسان حتى ولو كان قليلا، لكن القليل المستمر بعد فترة سيشكل شيئا كبيرا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذا المعنى: أدومه وإن قل، يعني أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى ما كان مستمرا ولو كان قليلا. يعني بدل ما أنت والله في ليلة واحدة تقوم لك ما شاء الله 50 ركعة ثم تنقطع باقي السنة كلها، فقط صلي كل يوم ركعتين، ولكن على مدار السنة كلها ستلاحظ بأنها مسألة كبيرة وتتراكم معك. فكل ما نريد أن نذكر به، لو أنه صلى في ليلة يا شيخنا خلاص يكفي عن السنة كاملة. يعني مثلا يصلي 50 ركعة في ليلة، يقول هذه لليلة هذه وللسنة القادمة، إلا أن تكون ليلة القدر. إيش الفرق يعني طالما هو حيوزعها ليلة القدر؟ لا أنا قصدي يعني لاحظ الآن لما أنت تصلي إيش الفائدة من التوزيع؟ أيوة أحسنت جيد. هو كلام جميل. أول فكرة إنه والله أنا مثلا لما أصلي فقط ركعتين في الليلة ولكن لمدة السنة، ستلاحظ بين 350 سنة 350 يوم أضربها في ركعتين، ستجد أن المسألة كبير جدا. نعم. الأمر الثاني الاتصال اليومي مع الله. يا سلام. الاتصال اليومي ما معناه إنه والله أقف أمام المحراب وما شاء الله أعطي 50 ركعة وأموري ظابطة ثم بعد كده انصرف. لا، الله سبحانه وتعالى يريد منك دائما أن تكون على اتصال معه. ليش خلاها خمسة الشاهد؟ ويمكن كان والله 5 صلوات نصليها في الفجر وانتهى الموضوع. لا، الله يريدنا في 24 ساعة نتعرض له جل جلاله. ولذلك سبحان الله يمكن أنا أكثر من مرة ذكرت بأن الصلاة تندرج في أبواب الذكر، في أبواب الذكر. وأقم الصلاة لذكري. أقم الصلاة لذكري. طيب لذكري، لاحظ سبحان الله ليش قال فاعبدني وأقم الصلاة لذكري؟ أليست الصلاة عبادة؟ لاحظ هنا الآن لما جاءت في مقابل العبادة صارت العبادة هي التوحيد، والصلاة من باب من باب الذكر. فاعبدني أي وحدني وأقم الصلاة لذكري. فنلاحظ سبحان الله حتى بيوت الله لا تسمى في القرآن بيوت عبادة، تسمى بيوت الذكر. يا سلام. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فنحن نسعى إلى هذا الذكر، كأنما سبحان الله والله أعلم كأنما يريد الله سبحانه وتعالى أن نقوم بشحنات إيمانية من خلال الاتصال به في الصلاة المستمرة، ثم ننطلق مع هذه الذكرى التي حصلت لنا إلى ساحات وسوح العمل العام. الموظف يذهب إلى الوظيفة والتاجر لكنه مستذكر مستذكر الله، لأن الساحات الأخرى ساحات غفلة، ساحات غفلة. السوق فيه غفلات، الوظيفة فيها غفلات، العمل فيه غفلات. فأنت سبحان الله بين فترة أخرى الله عز وجل يسحبك من ساحة الغفلة إلى ساحة الذكر، فيقول فاذكرني. طيب تذكرنا الله زي الشخص الموبايل فضة يمشي يشحن يرجع مرة أخرى وهكذا. فنحن إن شاء الله المقصود بمسألة دوام العمل ألا ينقطع الإنسان، لأن عدة أسباب. أولا أنت تتعامل مع الله سبحانه وتعالى، هذه الأعمال أنت المستفيد منها وليس الله. كلما كنت وثيق الصلة بالله معنى ذلك أنت في حماية الله. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل، إلى آخر الحديث. فأنت في معية الله المستمرة. لكن الذي ينقطع عن الله سبحانه وتعالى كأنما انصرف والعياذ بالله، كأنما انصرف عن الله. ومن انصرف عن الله انصرف الله عنه، ومن نسي الله نسيه الله، على سبيل المقابلة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. نسوا الله فنسيهم.
نسوا الله فأنساهم أيضا أنفسهم. فالإنسان سبحان الله كلما كان دائم الصلة بالله سبحانه وتعالى مستمر في أعماله لم يقطع هذه الأعمال التي دخل فيها في شهر رمضان ولو على سبيل ولو في فترات بين فترة وأخرى، فإن هذا الإنسان إن شاء الله دخل في مسألة الديمومة. وصفة الديمومة في العمل من صفات المؤمنين، من صفات المؤمنين ذكرها الله في سورة المؤمنون، وذكر الله في سورة المعارج: والذين هم على صلاتهم دائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون. فمسألة الديمومة هذه مسألة من صفات أهل الإيمان، لكل أواب حفيظ. نعم. فنحن مطالبين بألا نجعل كما قال العلماء، كما قال بعض العارفين: لا تكن رمضانيا ولكن كن ربانيا. لا تكن رمضانيا ولكن كن ربانيا، لأن الله رب الشهور كلها وليس رب رمضان فقط. نعم. بارك الله فيك. أريد أن أضيف تفضل. إلى كلام الشيخ، ما شاء الله كلام جميل صراحة. الله فيك. أنا أقول الإنسان مكون من روح وجسد. الجسد يعني الإنسان خلاص لا يمكن يعني يترك غذاء جسده، ستجده يأكل في الصباح ويأكل في الظهيرة ويأكل في المساء، وستجده يغذي جسده. والله جل وعلا جعل لنا لهذه الروح غذاء، وهذا الغذاء لا يصلح أن تتغذى في فترة معينة أحسنت. وتترك في بقية الفترات. نعم. لأنك إذا تركت هذا الغذاء ستموت. صح. ولذلك القلب يموت بتركه لطاعة الله، نعم، بتركه لذكر الله، وبانشغاله بمعصية الله يموت القلب ويقسو. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. لذلك كما هو محتاج لغذاء جسده فهو أيضا محتاج إلى غذاء روحه بشكل دائم مستمر حتى يلقى الله. لذلك لن تجد إنسان يأكل لفترات معينة ثم ينقطع سنة كاملة، يموت الجسد. ولذلك تجد يأكل ويحرص على أكله بين فترة وأخرى. ولذلك أيضا نحن أصحاب الحاجة. ولذلك من فضل الله عز وجل أن فتح لنا أبواب ذكره وأبواب مناجاته والوقوف بين يديه. فرض علينا 5 صلوات وأضاف لنا سننا ونوافل حتى نقبل عليه ونرفع حاجاتنا إليه. وهذا يعتبر من أعظم الأفضال من الله سبحانه وتعالى أن فتح لنا هذه الأبواب الرائعة. طيب عبد الهادي، ما هي أسباب ديمومة العمل؟ لما نقول الناس داوموا في العمل الصالح، برأيك ما هي الأسباب التي لو فعلوها داوموا؟ ما هي الشحنات التي تجعلهم يداومون في العمل الصالح؟ المؤمن انظر، يعني انتبه لكلمة المؤمن الذي يدرك لماذا خلقه الله عز وجل، هذا أعظم سبب يجعله يداوم على العمل الصالح. هذا واحد. المؤمن الذي يدرك أن بتركه للعمل الصالح سيكون ما قلناه قبل قليل، أن روحه ستموت، ستجد يستمر في العمل الصالح. المؤمن الذي يدرك أن بتركه للعمل الصالح أنه سيواجه عقوبة الله جل وعلا، تجده يداوم على العمل الصالح. يعني نقول مثلا أن من أسباب الدوام في العمل الصالح العلم مثلا. العلم لا يكفي العلم لوحده يا شيخنا. ما الذي طيب يعني؟ الشيطان ترى يعلم كثير. طيب العلم وحده لا يكفي، العلم مع الخشية. ولذلك العلماء دائما ينصون يقولون العلم إنما العلم الخشية. إذا كان العلم الذي يأخذه لم يورثه خشية الله سبحانه وتعالى، ستجده مع أنه أكبر عالم في العلوم الشرعية، ولكنه يعني هذه الأمور لا تمت إليه بصلة. الله المستعان. فلذلك العلم الصحيح الذي أنعش القلب وجعله يحيا الحياة. قلنا إذا كان هو تعلم وما عمل بالعلم، ما الذي يحيي قلبه؟ ما الذي يجعله يتحرك؟ النية الصالحة في تعلم العلم هي التي تورثه خشية الله وتقوى الله سبحانه وتعالى. من أين يأتي بالنية الصالحة؟ هو على حسب نيته كيف يأتي بالنية. أيوه. إنما الأعمال بالنيات. إذا فهم أنه العمل الذي سيعمله إنما هو على حسب نيته سيدرك أهمية النية. هو كلامك صحيح أبو عبد الهادي، لكن أنا أشوف ربما يعني مثلا
التذكر بالآخرة، الإيمان بالبعث، الإيمان بالحساب والعقاب، والإيمان بأن مدة بقائه في هذه الحياة يعني بسيطة، وأن وراءه حساب ووراءه عقاب ووراءه أهوال عظيمة. أعتقد أن تذكير المؤمن بهذا، ولذلك ورد عنه عليه الصلاة والسلام قال: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. والزيارة معناه يعني التردد ما بين فترة وأخرى، مما يحيي عملية الإيمان بالبعث واليوم الآخر. لو لاحظنا نحن لماذا الصحابة كانوا فرسانا بالليل رهبانا بالنهار، لأنهم غزوا 13 سنة بل 23 سنة بمسألة الإيمان باليوم الآخر، الترغيب بدخول الجنة، التخويف من دخول النار. وبالتالي كان هذا حافزا لهم أنهم دائما مقبلون على الله عز وجل، وما غرتهم هذه الحياة الدنيا. يعني سبحان الله، جاءتهم الأموال بين يديهم والذهب والفضة والنساء والذراري وغيره، ولكن ما التفتوا إليها. ما الذي جعل هؤلاء الرعاة الذين كانوا يعني في فترة الجاهلية يعني كانوا عندهم فجرات وعثرات، ثم أصبحوا اليوم كذا؟ ما هو؟ لذلك أنا أعتقد أنه نعم الإيمان صحيح، نعم العلم أيضا صحيح، لكن هل هناك سر آخر؟ هذا الذي جعلني أنا أناقش. يعني سبحان الله، في نفس العائلة واحدة، من العائلة الواحدة تجد شخص حريص على صلاته، حريص على أذكاره، حريص على أموره، ما يضيع. الوالدة الله يرحمها كانت إذا أذن المؤذن تقطع الحديث فورا بيننا وبينها، تمشي تتوضأ تقول يلا صلاة. هذه الاستمرارية حقيقة سبحان الله. والله هو بالإضافة لما ذكر الشيخ، يعني هو قضية الإيمان طبعا أصل، والإيمان زائد على العلم طبيعة الحال، لأنه كما تفضل الشيخ ليس كل علم يورث إيمانا، ولكن العلم الذي يكون مصحوبا بيقين ويكون مصحوبا بالخشية ويكون مصحوب بمحبة الله وكذا، هذا اللي يدخل معنا في مسمى العلم النافع، في مسمى العلم النافع. لكن في قضية مهمة جدا أيضا لا بد أن نستصحبها في كل ذلك، وهو توفيق الله للعبد. سلام. يعني سبحانه ويستمطر، توفيق الله أيضا يستمطر، وهو أن يسأل الله، أن يسأل العبد ربه أن يعينه ويوفقه ويلهمه الرشد ويلهمه الصواب. لأنه كم من الناس سبحان الله لما ما يلتفت إلى حاجته إلى الله وكذا، يعني هو ماشي وما يكون منكسر أمام حاجته لله سبحانه وتعالى في النصر، في حاجته إلى الله في الهداية. وأنت شوف كيف أن الله يعلمنا سبحان الله هذا الموضوع في سورة الفاتحة 17 مرة، نحن اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، مع أنه الإنسان يمكن أن يقول والله ألست مهتدي، أنا ما خلاص يعني أنا دخلت الإسلام وشهدت أن لا إله إلا الله. ليش والله تبقى هنالك عملية مستمرة في أنه والله اهدنا الصراط المستقيم؟ لأنه سبحان الله موضوع الهداية بما أنك أنت تتعامل مع الله فإن منتهاها غير مدرك، سبحان الله، منتهاها غير مدرك. يعني مثلا الآن أنت معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن مثلي ما بعثني الله به من الهدى والنور والعلم. الهدى من الهدى والعلم، قدم الهدى على العلم. أحسنت. والصحابة قالوا: أوتينا الإيمان قبل العلم. نعم. صحابة تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن. نعم صحيح. ولذلك نفعهم العلم. فنحن محتاجين مع كل جهودنا الخاصة محتاجين إلى هذا التوفيق الإلهي. صحيح. المعية الإلهية، الاستمطار في أن نستمطر رحمة الله وهداه وتوفيقه. لأنه سبحان الله إذا حرمنا هذه جزئية التوفيق من الله سبحانه وتعالى، كم من أناس سبحان الله كل الأمور متوفرة لهم ولا يوفقون. تراها كده كل شيء موفر، ومع ذلك سبحان الله لا عنده شيء يشغله عن الله. الأمور المالية متيسرة، مشاغل الدنيا خفيفة عليه وكل شيء، ولكن مع ذلك أثقل شيء عليه أن يتجه مثلا إلى المسجد وأن يصلي الصلوات. هذه القضية سبحان الله ستلاحظ ونربطها دائما بإيه؟
بأنه والله أن تكون منكسر القلب بين يدي الله، وخليك دائما شاعر بأنه والله أنت ضعيف إلا به، أنت فقير إلا به، أنت ضال إلا به. ولذلك الحديث سبحان الله، الحديث يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني، يا عبادي كلكم. الحديث طويل. فالشاهد نحن إذا استشعرنا سبحان الله هذا المعنى العظيم، أن والله نحن ضلال، نحن فقراء، نحن جهلاء، نحن يعني ضعفاء إلا بالله سبحانه وتعالى، لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا أعتقد هذه من المعاني أيضا لابد أن نستحضرها في الدوام. يعني أنا حتى والله أداوم على الطاعات بعد رمضان محتاج إلى هذا الموضوع. ولذلك هنا أذكر بقول الله تبارك وتعالى في سورة طه فيما يبدو: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. إيش تاب وآمن وعمل صالح؟ المفروض خلاص الملف يقفل، لكن سبحان الله الإمام ابن بطة قال لزم السنة، وآخرين قالوا داوم على هذا الذي اهتدي إليه من توبة وعمل صالح وإيمان حتى الممات، فإن انقطع لم يكن من المهتدين. طيب مشاهدي الأكارم، لدينا سؤال مهم حول استمرارية العمل وحديث النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك العبد الذي فعل ذنبا فقال ربي فعلت ذنبا فاغفر لي فغفر له، ثم فعل ذنبا آخر فقال ربي فعلت ذنبا فاغفر لي فغفر له. ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب وهكذا. نهاية الحديث هذا هو عظيم. نعم. فقال فليعمل عبدي ما شاء ما دام علم أن لعبدي ربا يغفر الذنب فليعمل عبدي ما شاء. هذا حديث عظيم يحثنا على الذنوب والمعاصي؟ لا، بل يحثنا على التوبة والاستقامة، كما سنسمع ذلك بعد الفاصل من مشايخنا الكرام. ابقوا معنا. رغب النبي عليه الصلاة والسلام في التماس ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، خاصة في الليالي الوترية منها. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر، في 9 تبقى، في 7 تبقى، في 5 تبقى. وبغروب الشمس اليوم 26 من رمضان تدخل ليلة 27، وهي أرجى الليالي موافقة لليلة القدر. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يجمع أهله ونساءه والناس فيها فيقوم بهم حتى السحر، بل كان عمر وحذيفة رضي الله عنهما لا يشكون أنها ليلة 27، حتى أن أبي بن كعب رضي الله عنه كان يحلف لا يستثني أنها ليلة 27. فعلى المسلم أن يجتهد في العشر الأواخر من رمضان، وأن يكون في ليلة 27 أشد اجتهادا. وكذا من قصر فيما سبق من الليالي، فهذه الليلة المباركة فرصة ليتدارك ما فاته. عسى الله بواسع رحمته أن يوفقه لليلة هي خير من 1000 شهر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. دائما ما نحرص على الاستماع إلى القصص والحكايات. فرسان شجعان، حيوانات ساحرة، وروايات من أماكن مختلفة.
مجموعة من القصص والحكاية الخيالية نحكيها لكم بأسلوب شيق وسهل ونأخذ منها الدروس والعبر في برنامجكم يحكى أن مع صديقكم عبد السلام ناصر وموفق ناصر على شبكة سلام الإعلامية. رمضان شهر القرآن، فاستمتع أنت وأسرتك ببركات القرآن في شهر رمضان، ولا تتوقف عند التلاوة فحسب، بل تعرف على معاني الكلمات وتفسير الآيات بشكل مبسط. ويا حبذا لو استطعت أن تتدبر في كلام الله وتنزل الآيات على حالك، ثم احرص على التطبيق العملي لتعاليم القرآن في حياتك اليومية. اجعل لك وردا يوميا من القرآن في رمضان، ولا تهجر كتاب الله بعد رمضان تلاوة وفهما وعملا بما فيه. مشاهدي الأكارم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وعنكم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اعفو عن الشعب الإريتري المسلم قاطبة أينما كان. اللهم إنا نسألك أن تعفو عن الشعب الإريتري الموجود في إريتريا. اللهم إنا نسألك أن تعفو بعفوك الكريم في هذه الليلة جميع المسلمين، اللهم آمين. مشاهدي الأكارم، وقفنا عند حديث النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث القدسي الذي ينص فيه أن العبد يذنب ثم يغفر الله له، ثم يذنب ثم يغفر الله له، ثم يذنب ثم يقول الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا، أو أن له رب يغفر الذنوب فليعمل عبدي ما شاء. أبو عبد الهادي، ما معنى هذا الحديث وما هم المقصود به؟ فهل فعلا يعني هو فيه رجاء وفيه مثلا توبة، وفيه يعني كما يقولون فسحة، لأن الإنسان مهما وقع ففيه مجال أن يعود إلى الله عز وجل، وهذا يدل على دوام العمل. يعني نستدل بهذا الحديث على دوام التوبة، دوام التوبة، دوام العودة إلى الله، دوام الاستغفار، دوام. ماذا المقصود منه؟ هو اللي قلت كله هو المقصود يا أبو عبد الله. يعني يسلمك يا ايش ابراهيم ما شاء الله يجيب لك كل الاشياء، يقول لك هل هو هذا المقصود؟ نعم هو هذا المقصود. طبعا هذا الحديث هو من اعظم الاحاديث القدسيه التي رواها النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه جل جلاله. يا سلام. وهذا النص العظيم يقول فيه الرب تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا ثم أحدث بعد ذلك توبة. قالت إيش؟ علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. شوف هنا الإدراك الجميل، شوف هنا على قولهم مربط الفرس. يا سلام. يعني لا يمكن الإنسان أن يقبل على التوبة من ذنبه إلا إذا عرف أن له ربا يغفر الذنب، وإذا لم يتب يأخذ بالذنب. يا الله. فلذلك بادر ودخل في بوابة التوبة. يا الله. وهذا طبعا الله جل وعلا وعد عباده أنهم إذا تابوا أن يغفر لهم، وهذا وعد الله عز وجل متحقق لا محالة. ثم أن هذا العبد بطبيعته وفطرته البشرية عاد وأذنب ذنبا، ثم عرف أيضا بالمعرفة الأساسية أن له ربا يغفر الذنب
ويأخذ بالذنب. هذا الموضوع ممكن يتكرر آلاف المرات. يعني هي القضية ليست قضية مرة مرتين. وليعمل عبدي ما شاء، بمعنى اعمل ما شئت وأحدث لذلك كنت توبة. على هذا المنهج يعني. نعم، فأنا سأتوب عليك مهما فعلت ولكن تبت. أما الإنسان الذي يصل إلى درجة أنه حينما يرتكب الذنب ذاته بالذات، لو ارتكبوا مرتين 3 مرات يصل إلى أن يقطع حبل الرجاء بينه وبين الله، فهذا وقع في المأزق العظيم. وهذا الذي يريده الشيطان. الشيطان يحاول أن يصور لبني آدم أنك أنت أكثرت من الذنب وأكثرت من التوبة، فأنت قليل حياء بل عديم حياء، فأنت لا تصلح أن تقف بين يدي الله. ييأس العبد من رحمة الله، ويكون نتيجته أنه يقع في حبائل الشيطان ويكون جند من جنود الشيطان. ولذلك ستلحظ أن كثير من الذين لا يبالون بأي شيء هم وقعوا في حماءة الشيطان. فلذلك حينما يأتي من ينتشلهم ويعطيهم يعني بصيص من النور تجد يخرج. يعني يذكر أحد الشيوخ بدون ذكر أسماء، يقول: كنت يعني مارا في الطريق فوجدت مجموعة شباب جالسين في وقت خلاص قرب على إقامة الصلاة، وهو هذا الشيخ إمام هذا المسجد. فقالوا لهم: يا شباب الصلاة. قالوا: طيب يا شيخ، يعني يريدون مجاملته يعني. طيب إن شاء الله. فوقف قال لهم: يا شباب قوموا معنا الصلاة. قالوا: بنلحقك الآن يا شيخ. قال: لا يمكن أن أتحرك من مكاني حتى تذهبوا معي. فوجدوا أن الرجل مصر، فحياء من الشيخ خرجوا ذهبوا معه الصلاة. فلما وصلوا دخل بعضهم ليتوضأ، واحدهم قال: يا شيخ أنا يعني اسمح لي. قال له: أنت على جنابة؟ قال له: أيوه. قال له: هنا عندنا حمامات فيها بارد وحار، أنا سأنتظرك. قال له: يا شيخ الصلاة تقام الآن. قال له: ما عليك، أنا سأنتظرك. فدخل هذا الرجل الشاب واستحمى وتروش يعني واغتسل وخرج، فدخل معه وكانت الصلاة قد قضيت خلاص. بديل يعني صلى بالناس، ودخل الشيخ هو الإمام حق إيش الجماعة الثانية، وهذا ومجموعة من الناس يصلون خلفه. المصلى بهم الشيخ وانتهى. يقول: بعد ما انتهيت من الصلاة والتفت إليهم فإذا بهذا الشاب رجع إلى مؤخرة المسجد وانهار بالبكاء. سبحان الله. فذهب إليه: يا ولدي ماذا بك؟ ما الذي حدث؟ قال: يا شيخ أنا لا أستحق أن أقف بين يدي، أنا مجرم، أنا فعلت وفعلت وفعلت وفعلت. هذا الشاب هو وقع نتيجة لهذا الأمر، تكرر منه الذنب عدة مرات. فقال له صور له الشيطان قال له: خلاص أنت اشتم رحمة الله. صور له الشيطان أنه لا يمكن أن يغفر الله لك. وهذا الحديث العظيم يضحض هذه النظرية. فإن الإنسان مهما ارتكب من الذنوب لو عاد إلى الله جل وعلا، الله عز وجل يتقبله، والله عز وجل يرحبه. بل أنت تعرف أن الله جل وعلا أفرح بتوبة عبده من ذاك الرجل الذي وجد دابته وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، من شدة الفرح. وهكذا ربنا تبارك وتعالى. أحسنت أبو عبد الهادي. المقصود من هنا الآن دوام التوبة ودوام طبعا هنا نأخذ من هذا نعم. أن الإنسان طبعا من الملحوظات المهمة أن التوبة بحد ذاتها عبادة. طبعا التوبة هي عبادة، فبالتالي الإنسان الذي يذنب ويتوب، يذنب يتوب، هذا أيضا مداوم إيش؟ على طاعة الله. هذا هو طبيعة المؤمن. نعم، طبيعة المؤمن يذنب ويتوب، يذنب ويتوب، يذنب ويتوب، وخير الخطائين التوابون. الشيخ حسن سلمان صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته لسنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير سنتي فقد ضل. وروي عنه أيضا أن الصحابة قالوا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة. وقال العلماء: إن لهذه القلوب إقبال وإدبار. إقبال وإدبار. ما تعليقكم حول الحديثين وقول أهل العلم، وكيف يكون الإنسان مداوم على طاعة الله؟ أحسنت. طبعا النفس البشرية سبحان الله ليست على طبيعة واحدة،
أحيانا تمر عليها لحظات إقبال على الله، ونشاط على العمل، وشوق إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى. فهذه هي الشرة. لحظة الإقبال إذا الإنسان استطاع أن يكتسب هذه اللحظة ويغتنمها ويزداد منها بأكثر الأعمال. يا سلام. حتى على طريقة 50 اللي قالها الشيخ. أيوة. اللي في لحظة الإقبال ما تحاول تفوت هذه الفرصة. كنا نصلي صلاة التسابيح. يعني يجب أن تستفيد من موضوع الشرة هذه إلى أقصى مدى. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أن بعد هذه اللحظة بتاعت الشرة اللي هي حالة النشاط هذه، ستأتي لحظة فتور. هكذا النفس، يعني ليست دائما كالصاروخ منطلق لماذا؟ لأنك أنت ما بين نزقات الشيطان وتوهماته والنفس البشرية والأخلاء والأصحاب والبيئة والهموم والأحزان، على كل هذه كلها تسبب والإيمان يزيد وينقص. سبحان الله. فهذه اللحظة سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى مسألة مهمة جدا. لحظة الفتور إذا انتهت أيضا إلى عمل صالح ولكنه دون تلك الحالة التي كنت فيها فأنت على خير. فلا بأس. لكن الخطورة إنه لحظة الفتور أن تنتهي بك والعياذ بالله إلى ضلال أو إلى معاصي أو إلى فالنبي يحذرك من هذه الحالة، فيقول لك حالة الفتور أيضا اكتسبها في الأعمال التي تناسب لحظة الفتور. لاحظت؟ يعني خلاص أنت ما شاء الله كنت تقيم الليل وتتصدق لا فترت، نقول لك والله أحرص على الواجبات والفرائض. أيوة، انتبه منها فلا تضيعها. أيوة. يعني تحت حجة الفتور ما تحاول تضيع الفرائض. هذه مسألة على كل ونفس مقولة أهل العلم في إن للقلوب إقبال وإدبار. فالموفق حقيقة من يستفيد من هذه اللحظة، سواء في المواعظ، في التذكير، في التربية، حتى ابنك أحيانا تكون في لحظة منفتح أن يسمع منك، لا تحاول أن تنصرف عنه في هذه اللحظة. لحظة إقبال القلوب وإقبال الأبناء على الآباء فليغتنموها ليزرعوا فيهم الخير. الموضوع المواعظ، التخول في الموعظة، أيضا الشيخ الموفق والداعية الموفق من يتلمس كذلك أحيانا بعض الناس يتشوقون إلى أن يتكلم الشيخ، وأحيانا يكونوا خلاص في ملل، إما لطبيعة الوقت، وإما للفتور الحاصل، وإما لوجود مناسبة معينة الناس تريد أن تخرج. المهم فالشيخ الذي يستطيع أن يتلمس أحوال الناس ويستفيد من لحظة إقبالهم فيعطيهم ما كتب الله لهم، هذا من الفقه. فتقتنم القلوب لحظة الإقبال وتحاول تراعي الناس لحظة الإدبار ولحظة الفتور ولحظة الكسل. يعني نقول للناس أن إقبالكم في شهر رمضان بالأعمال الصالحة شيء طبيعي. نعم. لأنكم تغتنمون في لحظة الشراء. أيوة، في لحظة الشراء، وتغتنمون فرصة الإقبال تصفيد الشياطين وتصفيد الشياطين. نعم. وفتوح الجنة وإغلاق النار. فإذا يعني بطبيعة الحال إذا دخل شوال تعود الأمور كما كانت. نعم. يعني الشياطين التي كانت مصفدة ومغلقة ستفتح. نعم. تعود الأمور إلى ما كانت عليه من قبل، ابتلاء واختبارا من الله. فنقول للمشاهد الكريم إذا استطعت أن تكون كحالك في رمضان فهذا أفضل وأعظم، ويكون لك تكون أنت من السابقين، وربما تصافحك الملائكة كما قال النبي عليه السلام لحنظلة رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما قال نافق حنظلة يا رسول الله، قال وما ذاك؟ قال عندما نكون معك يا رسول الله وكأن على رؤوسنا الطير، يعني من السكون والخضوع، فإذا ذهبنا وعفسنا الأهل والضيعات يعني ذهب منا ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام لو تكونون في أهاليكم مثل ما تكونوا معي لصافحتكم الملائكة في الطرقات. هذا الحديث يا شيخ حسن عجيب، أريدك أن تعلق عليه. هل الملائكة تصافح المؤمنين في الطرقات؟ حسب علمي ورد ذلك في هذا الحديث، وورد أيضا في حديث انطلاق المؤمنون بعد رمي الجمار أن الملائكة تصافحهم في الطرقات، ورد هذا. وربما يكون ورد آخر لأن ما أحصيت حقيقة
مصافحة الملائكة للمؤمنين. هذه المصافحة هل هي فعلا حقيقية أم هي معنوية أم هي ماذا؟ يكفي هذا. هو على كل موضوع الملائكة وارتباطهم بعالم الإنس هي مسألة غيبية ونؤمن بها كما وردت في النصوص الشرعية، فهم منهم الحفظة ومنهم الكتبة ومنهم يعني مكلفين بأعمال ابن آدم كلها. وكلما كان الإنسان أحفظ لأمر الله كانت الملائكة له أحفظ. هذه قاعدة، يعني كلما أنت احفظ الله يحفظك، وحفظه عبر هؤلاء الملائكة. موضوع المصافحة أنا أقول هي حقيقية وليست حقيقية، ولكنها تليق بالملائكة، يعني لا ننفي عنها الحقيقة، لأن يعني حقيقية حسية، حقيقية في حقهم، في حق الملائكة. أنت والله حاليا ليست حسية عندك، لا هي غيبية. فأنا عندما أقول هي حقيقية في علم الغيب وفي عالم الغيب هي حقيقية وقعت، وليست مسألة تخيلية. يعني كل موطن أثبت فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه شكل من أشكال حضور الملائكة أو مصافحتها أو مزاحمتها، هذه كلها حقائق. يعني مثلا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله. هذه الحفة حفتهم حضور حقيقي. فلو قيل لنا والله بالعكس لا فيها مصافحة، حفة الشيء يعني نهايته، معناته ما نهاية حلقات الذكر مثل هذا المجلس يحيطون أحاطت بهم الإحاطة. يعني مثل هذا الذكر الآن الملائكة معانا شيخ حسن. الله أكبر. أي مجلس لذلك الصحابة رضوان الله غيب لرأيناه. نعم، لذلك الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يقولون دائما تعالوا نؤمن ساعة، يجلسون ويتدارسون وكذا. فالشاهد سبحان الله لو تصورنا هل كشف للسلفي بعض الملائكة وهم جلوس معهم؟ أي سلفي؟ سلفية السلف الصالح أقصد. يعني طبعا عندنا سبحان الله ولد هذا بعض الكرامات. عندنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الآن نسيت الصحابي الذي كان يقرأ القرآن سورة الكهف سيد بن حضير. أيوة سيد بن حضير من زعامات الأنصار، على ثالث أو رابع من الزعماء. فلاحظ بأن حصانه يجمح. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبره بأن هذه اللحظة التي كان يقرأ فيها تنزلت الملائكة. فهذه العوالم سبحان الله، والإيمان بها واستحضارها وشعور الإنسان بأنه والله هو ليس وحده الآن، إنما تحيط به الملائكة تشاركه الملائكة. وهذا معنى قوله تعالى نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نعم. حتى أتعجب أنا كل مؤمن يدخل المسجد يجلس يذكر الله، يوكل الله عز وجل له ملك فوق رأسه يقول مهمة هذا الملك. سبحان، هذه كلها غيبيات، لو كشف الله لنا لكان عجبا. مهمة هذا الملك يقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما دام في مصلاه ما لم يحدث. شوف، ولما تذكر الله من بيتك وأنت خارج تقول مثلا كلمات معروفة عند الخروج، فيريد أن يتعرض لك شيطان فيخبره شيطان آخر هيهات ما بالك برجل كفي ووقي. عندك بودي جارد. بودي جارد. حسن. الدكتور عمر محمد أمان. نعم. نمسيه. السلام عليكم دكتور عمر، إذا كنت تشوفنا حارسل لك الحلقة هذه، تحية خاصة لك. دكتور عمر محمد أمان من دكاترة وأساتذة في القانون في كندا، إريتري مبين نفع الله به. يقول والله يا شيخ برهان أنا لا أؤمن بكثير من بعض الكرامات التي يتحدث عنها المشايخ والوعاظ. يقول كذا، هو يقول كذا. نعم. يقول لكن مرة من المرات حصل موقف في كندا. يقول نعم. جاء أحد اليمينيين يريد أن يدفع بامرأة محجبة إلى المترو قطار. نعم. حتى يفرمها المترو لأنه عدو هذا الحجاب. نعم. يقول سبحان القصة طبعا انتشرت في كندا كلها، في وسائل كندا وفي وسائل الإعلام، ما حاجة يقول جايبها أنا قصة من عندي. يقول نعم. المهم يقول
فهذا الرجل اندفع نحو هذه المرأة وأراد أن يدفعها إلى القطار لتموت مفرومة، دفع رجلا آخر، فقد جاء القطار وفرم هذا الرجل الآخر ونجت المرأة. فلما قبض عليه قالوا له: كيف أنت تحولت عن هذه المرأة إلى ذلك الرجل، ولماذا كنت تريد أن تفرم المرأة هذه أو كنت تريد كذا؟ فقال: يا أخي أنا جئت من أجل عداوة لهذا الحجاب الشرعي، أيوة، وأردت أن أدفع بهذه المرأة من أجل أن يفرمها، ظهر لي وحش أمامي يقول لو قربت تجاهها لأكلني، فما كان مني إلا أن أدفع رجلا آخر. فالناس تعجبوا من هذا الكلام، ثم أتوا بالمرأة قالوا لها: تعالي أنت ماذا بينك وبين الله؟ حتى فعلا تخيل لهذا الرجل يعني وحش جاي يأكله. فهذه قصة إن كنت أنا أخطأت يعني يصححني الدكتور محمد أمان والذي ذكرها لي. فقالت هذه المرأة: والله منذ 40 سنة ما خرجت من بيتي إلا قلت بسم الله آمنت بالله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك من أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: ما بالك برجل قد كوفي وهدي، يقول له ملك: كفيت ووقيت وهديت. كمان فيه ما بالك برجل كما في بالنص الثاني. نعم. فقالت هذا هو. فالله عز وجل يجعل للمؤمن حراسا يحمونه ويحفظونه من أمر الله تبارك وتعالى. وكأن الله عز وجل أراد أيضا أن يوقع هذا الرجل في هذا الجرم نتيجة لما أراد به من كيد بهذه المرأة، فكان بإمكانه أن يتحاشى وانتهى الموضوع، ولكنه دفع رجلا آخر وارتكب جريمة سيعاقب عليها. والله المستعان، ما عند الله عقوبته أشد. هذه القضايا على كلنا الأصل فيها يؤمنون بالغيب. بالضبط. يؤمنون بالغيب، يعني قضايا يعني نحن لا نوسع في الأمر بحيث يعني تتحول القضية إلى رغبات وأهواء وأحلام، لكن أيضا الخطر الكبير الذي ربما يتناقض مع الإيمان أنه إذا ثبت لك نصا شرعيا ثبوتا صحيحا وتحاول أن تشك فيه، هذه مشكلة، يتناقض مع أول أصل في سورة البقرة: يؤمنون بالغيب. فسبحان الله، رسالة النبي صلى الله عليه وسلم مدارها الأساس مسألة يؤمنون بالغيب. هذا هو صحيح، ويتأكد هذا في قوله تعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار جزاء بما كانوا يكسبون. فمن يريد الله عز وجل يريد لقاءه سيؤمن بهذه الأحاديث وسيعمل بها وسيرجو ثواب الله. من هنا كان قول النبي عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. هذا اللي قلناه. يعني أنت لو خرجت الآن ما لا ترى ملائكة ولا ترى السماء مفتوحة ولا ترى أي شيء من هذا. هذا معناه إيمانا واحتسابا. لكننا نؤمن أن الملائكة موجودة بيننا، ولكن جعله الله عز وجل غيبا. الموضوع يا جماعة دخلنا في التوبة ودخلنا في الملائكة ودخلنا. احنا خلاصة الأمر مشاهدينا الكرام نريد أن نستمر على الطاعة حتى الممات. نريد أن نستمر على الطاعة حتى الممات. يعجبني دعاء الأتراك: اللهم إنا نسألك تمام النعمة ودوام العافية وحسن الختام. يا سلام. الله، أي والله، دعاء شامل. يعجبني هذا الدعاء من الحقيقة، يعني هدوا الأتراك إلى هذا الدعاء العظيم. سبحان الله. اللهم إنا نسألك تمام النعمة ودوام العافية وحسن الختام. ماذا بقي؟ لا، ليس شيء والله. ما بقي شيء. جمع خيري الدنيا والآخرة. أي والله. لذلك مشاهدي الأكارم ربنا عز وجل يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ما معنى اليقين هنا؟ الموت. المقصود به اليقين هنا هو الموت. فنعبد الله عز وجل حتى الممات. ولذلك قال ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا
اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومعنى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أي جاهدوا في عملكم الصالح حتى تموت على الإسلام. ثمة هناك أمور كثيرة ربما تتعرض لك، فجاهد وابذل جهدك حتى تموت على الإسلام. باسمكم جميعا أشكر الشيخين الجليلين الشيخ حسن سلمان والشيخ محمد عبد الله، والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة المباركة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها حلقة مباركة يكتب لنا فيها أجر عمل 83 سنة و4 أشهر، بل خير من 83 سنة و4 أشهر. ونحن مع الذين يقولون أن الأعمال تتفاوت، ليس فقط حصرا على قيام ليلة القدر، وإنما في كل عمل صالح في هذه الليلة يقبله الله عز وجل ويضاعفه بنص هذه الآية، وفضل الله تبارك وتعالى واسع. مشاهدينا الكرام، سنختم الآن بدعاء في هذه الليلة يدعوها لنا الشيخ حسن سلمان، ويدعو للشعب الإريتري المسلم، ويدعو لهذه الأمة بخيري الدنيا والآخرة، فإننا ننتهز هذه الفرصة ليلة القدر. فالدعاء عندك الشيخ حسن. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد عند الرضا. لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرة التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك اللهم من كل شر. اللهم نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم نسألك من كل خير سألك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك اللهم من كل شر استعاذك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم نسألك يا أرحم الراحمين فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، ونسألك حبك وحب من يحبك وحب من يقربنا وحبه عندك يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم انصرهم وأعنهم ووفقهم لما تحب وترضى، وخذ بناصيتهم للبر والتقوى. اللهم وحد كلمتهم وأجمع شملهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم أرنا راية الحق مرفوعة يا رب العالمين. اللهم نسألك يا الله بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، انصرنا في بلادنا يا رب العالمين. اللهم انصرنا في بلادنا يا رب العالمين. اللهم أعدنا غانمين منصورين يا رب العالمين. اللهم يسر لنا السبيل إليك يا الله، ويسر السبيل لشعبنا في التخلص من الكفر والطغيان والاستبداد والصد عن سبيلك يا رب العالمين. اللهم نسألك الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم نسألك الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم رحمتك أرجى عندنا من عملنا، وعفوك أوسع من ذنوبنا، فاغفر لنا يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم فك أسر المأسورين، فك أسر المأسورين، ويا أرحم الراحمين فك أسر المعتقلين في كل مكان يا رب العالمين الذين اعتقلوا ظلما وعدوانا. اللهم فك أسرهم
وفك قيدهم وأشرح صدور أهاليهم يا رب العالمين، وأفرحهم برؤيتهم لهم يا رب العالمين. اللهم نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا من المقبولين في هذا الشهر المبارك، ممن قام هذا الشهر إيمانا واحتسابا، وصام هذا الشهر إيمانا واحتسابا، وقام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، واجعلنا من المقبولين المتقبلين فيه يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من المقبولين في هذا الشهر، اللهم اجعلنا من المقبولين في هذا الشهر، اللهم اجعلنا من عتقاء هذا الشهر، نحن وجميع المسلمين يا رب العالمين، نحن وجميع المسلمين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأنا أقول اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن نرفل بالصحة والعافية والإيمان. سلام عليكم مشاهدي الأكارم ورحمته وبركاته. غدا الحلقة الجديدة إن شاء الله. نسأل الله لنا ولكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.